اخواتي الاهلاويه، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. طبعا كلنا عرفنا ان شادي حسين راح لزد وانتقل فعلا خلاص، وخلصوا الصفقه، وشادي حسين هنشوفه في فريق زد الصاعد حديثا للدوري الممتاز. تمام. تاني واحد اللي حابب اتكلم عليه باستفاضه حمدي فتحي الرجوله. حمدي فتحي يعني بالتوفيق ليك يا ابني في فريقك الجديد الوقر القطري، يا رب تكون يعني احسن من الاول واحسن ما كنت في النادي الاهلي. بجد انت اديت واخلصت ووفيت وبذلت كل ما في وسعك وعملت كل اللي انت تقدر عليه. بجد بنتمنى لك، انا واحد من جمهور النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي بتتمنى لك التوفيق في اللي جاي، وان شاء الله نشوفك في الدوريات العالميه، وان شاء الله نشوفك في احسن من فريق عربي، نخليك بقى فريق اوروبي بقى. ويكفى ان انت يعني طلعت من النادي الاهلي على فريق برضو محترم، فريق بمبلغ محترم، قدروك وعرفوا قيمتك. ومن احنا كاهلاويه افتقدنا كنت مقاتل في الملعب مش هنقدر نعوضه تاني. فبالتوفيق لحمدي فتحي، وان شاء الله ربنا يعوضه خير، وان شاء الله نشوفه في دوريات احسن من الدوري القطري. وتاني حاجة وتالت واحد ان شاء الله بقى نخش عليه عم برونو سافيو، اللي مشاكله كتير، اللي هو اساسا خلاص ماشي ماشي من مصر يعتبر، او بالخصوص من النادي الاهلي، الا بقى ما وكيله يجي نشوف بقى هيعمل ايه، بقى يفسخوا العقد بالتراضي، الاهلي هيشيل جزء او هو يتنازل عن جزء، او هيروح فريق تاني هنا في مصر، لسه مش عارفين. بس هو كده كده عامة كولر ادى الضوء الاخضر، قال لك انا مش عايزه تاني. هو فعلا مش هيلبس تيشيرت النادي الاهلي خلاص، وكل سنة وانتم طيبين. وبعدين يعني مش ده البرازيل اللي احنا برضو كجمهور النادي الاهلي مستنيينه، مش ده اللعيب اللي هو لو فاكرين كينو بتاع بيراميدز كان عامل ازاي، كان برازيلي فعلا، كان لعيب جامد جدا. ان احنا نفسنا برونو سافي يكون زي مواصفات كينو او احسن من كينو او حتى ربع كينو. هو بامانه يعني كل اللي عمله، كل اللي افتكره له اللي هو الجون اللي جابه في الزمالك في السوبر، غير كده عادي يعني، لعيب عادي جدا لمساته يعني، بس اللي هو اللعيب اللي هو العادي عندك لعيبه مصريين برقبته، شباب صغير طالعين وقاعدين صاعدين برقبته جدا. نخش بقى على الرابع، اللي انت لو سألتني نفسك يجي الاهلي ولا لا، طبعا انتوا كلكم جاوبتوا، اللي هو امام عاشور. انا امام عاشور عن نفسي انا مش عايزه يجي النادي الاهلي ولا يلبس تيشيرت النادي الاهلي. لعيب كبير لنفسه، لعيب محترم لنفسه، لعيب مش كبير برضو لنفسه، لعيب مش محترم برضو لنفسه. انا عامه امام عاشور مش عايزه. عامه انا كاهلاوي طبعا انا ما اقدرش اتدخل في سياسه النادي الاهلي، انا بتكلم ان انا مشجع كوره، ان اي لعيب هيرتدي تيشيرت النادي الاهلي يكون مخلص للنادي الاهلي. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي البس التيشيرت ده، انا بشجعه، انا بنتمي ليه، ده اللي انا عايزه بعد كده، ده اللي انا كنت قبل كده بتكلم فيه. واما كتبت على كده على صفحتي وقلت للنادي الاهلي ويجيب اللعيب اللي هو هيقدره واللي هو بيشجعه واللي هو بيحب الكيان بتاعه، تمام، يجيبه. الناس في ناس هاجمتني وفي ناس كانت معايا في الكلام. احنا عارفين ان الاحتراف دلوقتي والسوشيال ميديا وكل حاجه بقت على مصراعيها، وان هو دلوقتي اغلب اللعيبه كل واحد بيروح عشان خاطر الفلوس. بس انا عامه ما بحبش كده. انا عامه انت كله قام حاطيني في حاره اليك وقال لي ياسر ابراهيم ماشي، هو جه واحنا عارفين اللي هو زملكاوي، بس الراجل ما لعبش مع نادي الزمالك، ما لعبش مع فريق كبير. وكان ممكن يكون هو في نادي الزمالك وهو كان ناشئ، لكن ميوله هو اهلاوي، ممكن يكون ميوله زملكاوي، والله اعلم برضه. تمام. بس انا ما بحبش اللعيب اللي هو يطلع يقول لك انا زملكاوي وانا طب انت فهمتني ازاي؟ وغير امام عاشور شتم في رموز النادي الاهلي، وشتم شتيمه حتى لو اتاسف ما ينفعش كان يغلطها، وما ينفعش اللي هو كان يعني يقولها. امام عاشور هو زي ما قلت لكم لعيب كبير لعيب صغير ده لنفسه، بس انا كاهلاوي انا مش عايز امام عاشور في النادي الاهلي تاني يعني، ولا اشوفه لابس شيرت النادي الاهلي ولا عايزه يلعب في النادي الاهلي. طب ما احمد عندك احمد حسن مثلا، احمد حسن اللي يعني لعب في الاسماعيلي وطلع بره احترف، بعد كده رجع الاهلي وبعد كده راح الزمالك. بس الراجل ولا قال بيقولوا ايه ولا قال الكلام ده ايه، الراجل قال لك انا بلعب كوره احترافيه، ولا طلع شتم جمهور الزمالك ولا طلع شتم جمهور الاهلي ولا طلع شتم جمهور الاسماعيلي ولا الكلام ده.
قلت بركات قبل كده اللي هو زملكاوي، شفت بركات عمل ايه؟ ولا شتم جمهور زمالك، ولا حتى في ماتشاتهم شتمهم، ولا بس اللي هو فكره الاحترام. انت فكره اللي انت كيان بتشجعه، انا بحب الكيان ده، لا انا هروح الكيان ده حتى لو الكيان ده عرض عليا. طب ما في لعيبه كتير اهلاويه بيتعرض عليهم اللي هم يروحوا نادي الزمالك ما بيرضوش، وفي لعيبه كتير زملكاويه بيتعرض عليهم اللي هم يروحوا النادي الاهلي ما بيروحوش. وعلى فكره مصطفى شلبي مثلا، ما مصطفى شلبي اهلاوي ويعلن اللي هو اهلاوي وخلاص، خلاص احنا نادي الزمالك. بس عندكم بقى اقول لكم على حاجه، هل مصطفى شلبي ده هو ده اللي بيلعب كان بيلعب في انبي؟ هو ده مصطفى شلبي اللي بيلعب في الزمالك؟ استحاله. انت فهمتني؟ برضو اللي انت نفسك النادي اللي انت تلعب فيه وهتأدي فيه بامانه روحه، لو اتعرض عليك، لان ساعتها دلوقتي انت هتقدم كل ما في وسعك، اي حاجه في وسعك هتعملها. تمام. وبالتوفيق للنادي الاهلي في اللي جاي. احنا طبعا عندنا مطحنه بطولات، يعني عندنا النهارده ان شاء الله ماتش فيوتشر، ماتش صعب، ماتش مش سهل، وان شاء الله نحسم الدوري والدوري يكون لينا، واحنا واثقين في كولر. وهطلع كل فيديو اطلع اقول احنا واثقين في كولر، واحنا بندعمه، واحنا وراه، وكل حاجه جميله. احنا مع الراجل الجميل ده، الراجل البشوش، الراجل اللي غير لعيبه كتير في النادي الاهلي، غير من مستواهم، غير من لعبهم، حط التاتش بتاعه، حط السكر بتاعه الجميل. بالتوفيق للاعيبتنا وبالتوفيق للنادي الاهلي فيما هو قادم. وان شاء الله احنا مع النادي الاهلي وبندعم النادي الاهلي، واعظم نادي في الكون. لو كل الدنيا ضده هفضل احبه ايه؟ ايوه بجنون. تصبحوا على خير.